فيجي العو الاهلاوي بقدرة قادر. صدمة وجنون عمرو أديب بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش، ويسخر من الزمالك ويفضح اتحاد الكرة بسبب مجاملة بيراميدز. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للنادي الأهلي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز النادي الأهلي على طلائع الجيش ليرفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 51 نقطة يضيق الخناق على بيراميدز المتصدر، وهذا الذي جن جنون الإعلامي عمرو أديب الذي قال: يا جماعة الأهلي نازل فوز على الفرق كلها، وصل للفوز العاشر على التوالي ووصل للنقطة 51 ولسه له 5 ماتشات مؤجلة، يعني لو فاز بيهم هيبقى 63 نقطة ويعدي بيراميدز بنقطة واحدة اللي عنده 62 نقطة. وده اللي بيميز النادي الأهلي، أما بيكون تحت ضغط بيعرف ازاي يفوز. الدنيا كلها مقلوبة على الزمالك اللي انسحب قدام الأهلي وراح يلعب مباراة سيراميكا. طب انت انسحبت ليه من قدام الأهلي؟ ما عنديش تفسير واحد غير انك خايف ومرعوب من الأهلي. ايوه انت مرعوب، ده رضا عبد العال وأسامة حسن وكل الزملكاوية طالعين ينتقدوا إدارة الزمالك اللي دول زملكاوية صرف. والله الزمالك فضحنا قدام العالم. انا مش عارف اما يجي السوبر الافريقي هننسحب ولا ايه. والله بصراحة انا بقيت مكسوف اني بقول اني زملكاوي. ده انا ببص في ترتيب الزمالك ال11 والله ال12، يا دي الكسوف والخيبة. وبعدين هنروح لحاجة تانية خالص. اتحاد الكورة كان اعلن ان مباراة بيراميدز وسموحة هتتعاد من اول وجديد بسبب اللي حصل في المباراة، وبعد كده امبارح اعلنوا قرار مفاجئ وقالوا المباراة هتتعاد من الشوط الثاني. ازاي يا جماعة انتوا كده بتجاملوا بيراميدز رسمي؟ يعني ايه المباراة كلها كانت هتتعاد من اول وجديد وبعدين تقولوا المباراة هتتعاد بس من اول الشوط الثاني؟ بصراحة اتحاد الكرة مش عايز الاهلي ياخد الدوري وبيجامل بيراميدز باي طريقة، سواء بالحكام او بالمجاملة او بكل حاجة. المهم الاهلي ما ياخدش الدوري. هو ما كانش الزمالك يبقى بيراميدز، والمفروض ادارة الاهلي ما تسكتش على الكلام المباراة لو اتلعبت بكرة من اول الشوط الثاني المفروض الاهلي يطلع على المحكمة الرياضية على طول، ولو الاهلي ما عملش كده يبقى بيضيع حقه في التتويج بالدوري. اتحاد الكرة ده والله ودى الكرة المصرية في 60 داهية، كل يوم فضيحة جديدة. مرة الزمالك ينسحب وما ياخدش قرار جامد، وامبارح يعلن ان المباراة بيراميدز هتتعاد من اول الشوط الثاني بعد ما اعلن ان هي هتتعاد كلها. اتحاد الكرة ده من الاخر سمك لبن تمر هندي، ما يفهمش اي حاجة في الكورة. الناس دي كلها لازم تمشي ويجي شخصية قوية زي الكابتن طاهر ابو زيد، هو ده اللي هيمسك اتحاد الكورة وهيقدر يسيطر على فرق الدوري. وبقول لبيراميدز ما تتعشمش كتير في الدوري، الاهلي بقيله 5 مؤجلات هيفوز بيهم كلهم. وكمان يا بيراميدز ده انت لسه بقيلك مباراتين مع الاهلي، يعني الاهلي هيكسبهم زي ما كسبك السنة اللي فاتت في نهائي السوبر وفي نهائي الكاس. بصراحة كده انا عايز الاهلي ياخد الدوري بالعند في اتحاد الكورة والزمالك وبيراميدز. وفي النهاية لا تنسى الاعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.